مرحبا، تعالوا نسوي أطيب طبق إيطالي، دجاج بالكريمة والخضروات. هذا الطبق كلش سريع ويصير بسرعة، خلال نص ساعة هو جاهز وكلش طيب. خلونا نبلش. أول شي هنا بديت أقطع صدر الدجاج، أخذت هنا تقريبا نص كيلو من صدور الدجاج وبديت أقطعها بشكل مكعبات. أكيد بعد ما نظفتها كلش زين. هنا عندي حبة بصل قطعتها بشكل ناعم، وبعدها هنا عندي حبة جزر قطعتها بشكل ناعم هماتين وبشكل شرائح. انتو بكيفكم تقدرون تقطعوه الجزر بالشكل اللي تحبوه. هنا عندي فطر قطعته بشكل شرائح بعد ما غسلته ونظفته كلش زين. تقدرون تستخدمون الفطر العادي الفريش او الفطر المعلب عادي نفس الشي. هسه هنا سلقت البروكلي الى ان يستوي، خليته بمي وخليته يغلي ولحد ما يستوي عندي كلش زين حتى أقدر أستخدمه. هنا عندي ضفت زبدة، طبعا أخليها تذوب على نار ناصية كلش حتى لا تحترق عندي. وبعد ما ذابت هنا ضفت فصين من الثوم، هرستهن بهذا الشكل وحمستهن. بعدها ضفت البصل المقطع عندي هنا وحمسته، أخليه لحد ما يذبل. بعد ما يذبل عندي شوية أضيف عليه الفطر، وبعد ما ضفت الفطر أتركه إلى أن يحمس ويذب مية وحجمه يقل، يصير عندي بهذا الشكل. شوفوا شلون هنا تحمص عندي كلش زين وصار هنا عندي جاهز حتى أضيف عليه الدجاج. هنا ضفت قطع الدجاج، وبعد ما ضفت قطع الدجاج قلبتها بشكل بسيط، وبعدها ضفت الجزر. هنا تركتهن يحمسن كلش زين، قلبتهن. هسه راح أضيف الملح والفلفل الأسود، وما أضيف أي بهارات ثانية، فقط ملح وفلفل أسود، وأقلبهن كلش زين. وبعدها هنا راح أتركه على النار، أقبضه وأتركه على النار مدة 10 دقائق لحد ما يستوي عندي تقريبا الدجاج والجزر. وهنا ضفت ظرف واحد من الماجي أو مرق الدجاج. بعد ما ضفت الماجي راح أقلب المكونات كلش زين، وبعدها راح أضيف الكريمة مع الطبخ. هنا عندي جامدة لأن أنا خلتها بالثلاجة فصارت جامدة شوية، فضفتها عادي راح تموع بالحرارة. وهنا قلبتها كلش زين لحد ما ماعت عندي. وبعدها ضفت باكيت أو كوب واحد من الحليب وأخبطهم كلش زين وأتركها على نار هادئة حتى تستوي وتتجانس عندي. وهنا ضفت البروكلي المسلوق، وهنا عندي البروكلي مستوي، مجرد ضفته وتركتهن كلهن على نار ناصية حتى تتجانس النكهات ويستوون. هنا أنا حضرت الرز اللي هو مي مغلي وملح ورز، وهنا صار عندي طبعا الأكل جاهز ومستوي. هنا أنا قلبته كلش زين وطفيت النار لأنه صار عندي جاهز ومستوي. وهسه راح أصبه. جربوا هاي الأكلة كلش طيبة وسهلة وسريعة وبيها كل العناصر الغذائية ومفيدة بنفس الوقت، وتقدرون تستخدموها أيضا للدايت. ولهنا وصلت إلى نهاية الفيديو. أتمنى يا رب الأكلة عجبتكم. لا تنسون تدعموني باللايك والاشتراك وتفعيل الجرس حتى يوصلكم كل جديد، وأشوفكم بالفيديو القادم، ومع ألف سلامة.